السلام عليكم متتبعين ديالي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى نلقاكم الفيديو ديالي في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم معايا نهار جديد، فيديو جديد. والفيديو ديال اليوم كيف كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم واحد الكيك اللي هو سهل وبسيط، مكونات جد بسيطه ومذاق رائع شكلا ومذاقا. كنتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وكيف ما كتشوفوا معايا الكيك راه هو كيجي طالع وكيجي رائع، كنتمنى يعجبكم. كيف ما كتعرفوا اليوم وجدت معكم واحد الكيك بلوغو ديال الحامض. خليكم معايا شوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو كاس ديال العصير ديال الليمون الحامض، كاس الى ربع ديال الزيت نباتيه، كاس ديال الزيت ديال السنيده، معلقه ديال الخل، 3 الحبات ديال البيض بحراره المطبخ، مبشور ديال ليمونه او ديال حامضه حكيتها في الحكاك الجهه الرقيقه، وكذلك الدقيق 2 ديال الكيسان ونص اللي هما عامرين. بعد ما جلست معكم المقادير كيف كتشوفوا اني كنجمعهم في المول اللي غادي نخلطوا فيه ان شاء الله. وضروري واحد القبسه ديال الملح لتصحيح الذوق. بعد ما جمعت البيض مع السنيده وقبيصه ديال الملح فغادي نطربهم جيدا كيف ما كتشوفوا في الصوره. كنطربوا البيض جيدا مع السنيده حتى كتذوب معنا دوك الحبيبات ديال السنيده، وعاد كنضيفوا باقي المكونات. هنايا غادي نبداو نضيفوا الزيت ديالنا حتى هو نطربوه مزيان حتى يدخل داك الزيت في البيض وينسجموا مزيان. عاد نضيفوا داك الكاس ديال العصير ديال الليمون اي الحامض. بعد ما طربت هاد المكونات مزيان كيف كتشوفوا القوام ديالهم، هنا غادي نضيف الكاس ديال العصير ديال الليمون الحامض وكنطربهم عاوتاني جيدا، وكنكملوا العمليه بالمقادير اللي مازال لينا. بالنسبه لهذا الكيك هذا العشاق الحامض، كيف ما كتعرفوا الموسم ديال الحامض والحامض موجود، فعلاش لا ما نستغلوش في الاطباق ديالنا وفي لي كيك ديالنا وفي لي طاغت باش هكا نستافدوا منه ويستافدوا منه الوليدات. صافي وكنبدا نضيف داك الدقيق ديالنا تدريجيا. بالنسبه للدقيق دائما كنقولها لكم، فالدقيق يستحسن اننا نغربلوه من 2 حتى 3 ديال المرات، فهذا سر من اسرار النجاح ديال الكيك. صافي كنكمل بهذه الطريقه هذه حتى كناخذ الدقيق اللي عندي الكافي لهذا الكيك هذا. بالنسبه لهذا الكيك هذا كيف قلت لكم راه انا كفاوني 2 ديال الكيسان مملوئين وواحد الربع تقريبا 4 ديال الكاس. وبالنسبه لكم نتوما راكم كتشوفوا الخليط، الدقيق راه ما كيكونش كله فحال كاين الدقيق اللي كيشرب كاين الدقيق اللي ما تيشربش. دائما نستعملوا في الكيك ديالنا الدقيق اللي تيكون ممتاز باش يعطينا نتيجه زوينه. كيف ما كتشوفوا معايا ضفت الخمارات اي بيكين بودره، وضفت واحد المعلقه كبيره ديال الخل. كيف ما كتعرفوا دابا البرد والخل كيتفاعل مع الخميره وكيخلي الكيك يجي طالع ويجي مهوي من الداخل. وفي هذه الاثناء اللي انا كنوجد الكيك راه المول ديالي دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق ودخلته للمجمد. الا لاحظتوا معايا الدقيق اللي كان عندي فانا جاني عبار كيف ما قلت لكم. صافي كنخلطو جيدا
والقوام هو هذا. دائما الكيك ما يكونش الخليط ثقيل بزاف باش ما تجيناش الكيكه ثقيله ومطقسه من الداخل. دائما الكيك الخليط ديالو يكون خفيف شويه باش نحصلوا على النتيجه اللي كتكون زوينه. وهذا هو ربيع ديال الكاس اللي كيف قلت لكم زدتو في الاخير. وكيف ما كتشوفوا انا حصلت على القوام اللي بغيت، هو هذا. غادي نمشي باش نخرج المول ديالي من المجمد، وغادي نصبوا فيه الخليط ديالنا. دائما نرفعوا الاناء الفوق باش نخرجوا داك الهواء او الهواء اللي كيكون داخل في الخليط ديالنا او البرد اللي تيكون مجموع في الكيك باش تجي الكيك طالعه وزوينه. غادي دابا ندخل الكيك ديالنا الفران ونوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه غادي نضيف كاس ديال عصير الحامض، وزوج ديال المعالق ديال نشا الذره اي المايزينا، وكذلك زوج ديال المعالق ديال السنيده. غادي نخلطهم جيدا وغادي نوضعهم فوق النار حتى نحصلوا على الكريمه. بالنسبه للكريمه هذه كنضيف معها واحد راس معلقه ديال الملون اي الكركم. بالنسبه للملون اللي كنوضع، راه كنوضع الملون اللي تنكون طاحناه على ايديا، ما نضيفش ليها الملون غذائي اللي تيكون معلب، او لا تنضع ملون غذائي اللي تكون طاحناه على يديا اي الخرقوم. بالنسبه للكيك انا خرجته من الفران، والكريمه ديالي كذلك راه هي واجده. غادي ناخذ واحد الاناء اللي غادي نوضع فيه هاد الكيك. كما كتشوفوا معايا، شوفوا الكيك القوام ديالو كيف داير وهاش. كيف ما كتشوفوا معايا قوام ديال الكيك، وغادي نصبوا فيها الكريمه ديالنا. بالنسبه لهذا الكيك هذا، فبالنسبه للتزيين دائما انا تنقول على حسب المتوفر اللي تيكون موجود عندنا في البيت كنستعملوه، او على حساب الرغبه. فنقدروا نحتفظوا بالكيك ديالنا غير هكا، ندخلوه للثلاجه وبعد ما يبرد نقدموه للوليدات ديالنا بالصحه والراحه. وبالنسبه اللي بغى يزينها فراه تزيين متعدد الاختيارات، الانسان يختار باش يزين. بالنسبه لي انا غادي نسقي الكيك ديالي من الجوانب بشويه ديال السيرو اللي معتمد عندي دائما نديرو معكم، اللي هو كويس ديال الماء وجوج معالق ديال السنيده وطريف ديال الحامض او ديال الليمون باش يعطينا داك اللوغو ديالو. وغادي نسقيها من الجوانب، وغادي نزينها بجوج الهند من الجوانب وشويه ديال الشوكولا بهذه الطريقه هذا اللي شفتوا معايا. انا زينتها بهذا الشكل هذا، وانتم لكم الاختيار. كنتمنى تعجبكم وكنتمنى نكون خفيفه الظل عليكم. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى ينال الاستحسان ديالكم. فما سخيتش بكم، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة إن شاء الله مع فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. ما تنسوش تخليوا لي التعليق ديالكم، وإلا عجبكم الكيك وبغيتوا المزيد من الكيكات فأنا معكم إن شاء الله. استودعكم الله تعالى.